بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة البغرير على طريقتي. إلا عجبتكم الوصفة تبعوني نقول لكم المقادير. هذا هو الكاس اللي عبرت به. أول حاجة ندو 2 كيسان تاع سميد، والكاس الثالث ندو سميد مخلط مع فرينة، نص فرينة ونص سميد، صافي كندير 3 كيسان كامل. ومن بعد نزيدو مغرف ماشي معمرة تاع الخمارة تاع الخبز، نزيدو مغرف تاع السكر، ونزيدو نصف ملعقة تاع الملح. نخلطوا النواشف مع بعض. بعد نزيدو 2 حبات بيض، هذه البيضة الأولى، هذه البيضة الثانية. ومن بعد نزيدو مغرف تاع الخل، خل أبيض ولا أحمر اللي بغيتي. أنا درت الخل الأبيض يعمل كمحسن. نزيدو 4 كيسان ماء يكونوا دافيين، هذا الكاس الاول، الكاس الثاني، هذا الكاس الثالث، وهذا الكاس الرابع. نخلطوهم بالمغرف بالملعقه قبل ما نخلطوهم بالبغا باش ما يتعجليش الخليط. باه الكتل هذوك تاع العجين نذوبوهم كامل بالملعقه. من بعدها نروحوا للبغا ميكسور، نخلطوه بالبغا ميكسور. دركا نديروا البغا ميكسور، ضربوه مليح. انا سرعت الفيديو باش المهم حوالي 3 دقائق 4 نضربوه. من بعد نزيدو خميرة كيميائية 10 غرامات، يعني ما يعادل باكية. نزيدو نضربو مليح الخليط تاعنا حتى يخرجنا دوك الرغاوي. مدة الخلط 3 دقائق تقريبا، ثم نخليه يريح 10 دقائق ونبدا نحط الطاجين تاعي يسخن على النار. كي يسخن مليح الطاجين نديرلو شويه تاع الزيت، ندهنو بالزيت، ومن بعدها نحط عليه البغيض تاعي بالغراف طبعا، نستناها طيب. ومن بعد نحيها كي تنشف كامل، نحيها تكون حمارات لي من تحت نحيها. هذه هي النتيجه النهائيه تاع البغير. ومن بعد نقلبو نسقوه، نسخن ذوب الحسل مع الزبده ونسقوه. انا نبدا نسقيه من الطبقه الفوقانيه ونهبط باش اللي من تحت ما تسقاليش بزاف باش ما يجيش يقهم. هذه النتيجة النهائية. هذه الوصفة جاهزة للأكل. نتمنى تكون نالت إعجابكم.